إيه رأيك لما أقولك إن في ناس وهي نايمة فلوسها بتزيد في البنك من غير ما تعمل أي مجهود؟ الموضوع مش سحر ومش خدع، ده اسمه الدخل السلبي. يمكن تكون متعود إن الفلوس تيجي من إنك تشتغل، تفتح الكمبيوتر، تروح الشغل، أو تبذل مجهود معين. بس الحقيقة إن في نوع تاني من الدخل ممكن يخلي حياتك مختلفة 100%. تخيل إنك تبني نظام يشتغل مكانك ويجيب لك فلوس طول ما أنت عايش حياتك عادي. السؤال المهم هنا، إزاي تبني الدخل ده؟ وليه مهم تبدأ بدري قبل ما يفوت الوقت؟ والأهم، هل أي حد ممكن يعمل ده حتى لو ما عندوش راس مال كبير؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي. هتعرف يعني إيه دخل سلبي بطريقة بسيطة، وليه الناس الأذكياء بيبدأوا فيه من سن صغير، وكمان هوريك أمثلة عملية تقدر تبدأ منها حتى بخطوات صغيرة جدا. فخليك معايا للآخر عشان ممكن تكون دي البداية اللي هتغير طريقك المالي للأبد. قبل ما نبدأ في إزاي تبني دخل سلبي، خلينا نفهم الأول معناه ببساطة. الفلوس اللي بتكسبها في حياتك نوعين. في نوع اسمه الدخل النشط، وده اللي معظم الناس عايشاه. تشتغل فتقبض، توقف شغل يتوقف الدخل. يعني لو رحت شغلك هتقبض آخر الشهر، لكن لو تعبت أو قررت تاخد أجازة طويلة خلاص الفلوس هتتقطع. أما النوع التاني فهو الدخل السلبي، وده معناه إنك بتعمل مجهود أو استثمار مرة واحدة، وبعدها الفلوس تفضل تجيلك باستمرار من غير ما تربط وقتك بيها. تقدر تتخيله كأنك زرعت شجرة. في الأول محتاج مجهود عشان تزرعها وتسقيها، بس بعد فترة الشجرة دي هتفضل تديك ثمار كل موسم، وانت مش محتاج تعمل نفس الشغل من الأول تاني. أمثلة بسيطة، لو كتبت كتاب مرة واحدة ممكن يفضل يتباع سنين ويجيب لك فلوس. لو استثمرت في شقة وأجرتها الإيجار هيفضل يجيلك كل شهر. أو لو عملت قناة على الإنترنت ورفعت محتوى بيتشاف باستمرار، الإعلانات تشتغل وتجري فلوس في حسابك حتى وانت نايم. باختصار، الدخل النشط بيستهلك وقتك وحياتك، لكن الدخل السلبي بيحررك منها. يمكن تسأل نفسك، طيب ليه لازم أبدأ أبني دخل سلبي دلوقتي مش بعدين لما يكون معايا فلوس أكتر أو خبرة أكبر؟ الحقيقة إن السر كله في عامل الوقت. الدخل السلبي شبه كرة التلج، في الأول صغيرة وصعب تحس بيها، لكن كل ما تسيبها تتدحرج أكتر تكبر وتتضاعف. يعني لو بدأت النهاردة بمبلغ صغير أو حتى بمجهود بسيط، بعد سنين هتتفاجئ إزاي بقى عندك دخل إضافي ثابت. خلينا أديك مثال. لو استثمرت مبلغ بسيط شهريا من سن 20، ممكن توصل لحرية مالية كاملة في الأربعينات. لكن لو أجلت القرار لحد ما توصل 30 أو 35، هتحتاج تدفع أضعاف عشان توصل لنفس النتيجة. ليه؟ لأنك فقدت ميزة التراكم والزمن. غير كده لما بتبدأ بدري بتدي لنفسك فرصة للتجربة والغلط والتعلم. أول مشروع ممكن يفشل، أول استثمار ممكن يطلع مش مربح، بس لأنك بدأت بدري عندك وقت تعوض وتتعلم وتبني خبرة. والأهم من كده إن الدخل السلبي مش بس فلوس، هو حرية. كل ما تبني مصدر دخل إضافي بدري، كل ما هتقدر تختار تعيش حياتك بإيقاعك، تسافر، تجرب مشاريع جديدة، أو حتى تشتغل في الحاجة اللي بتحبها من غير ما تكون مضغوط بالراتب. باختصار، كل يوم بتأجل فيه البداية، أنت بتأجل حريتك المالية، وأسرع وقت تبدأ فيه هو دلوقتي. دلوقتي خلينا ندخل في الجزء العملي. إزاي فعلياً تبني دخل سلبي؟ في طرق كتير، وخليني أديك أمثلة بسيطة ومناسبة لأي حد سواء معاه رأس مال أو لسه بيبدأ من الصفر. أول مثال الاستثمار في الأسهم أو العقارات. لو معاك مبلغ صغير وبدأت تشتري أسهم في شركات بتوزع أرباح، كل سنة هيوصلك جزء من أرباح الشركة لمجرد إنك مساهم. نفس الفكرة مع العقارات، تشتري شقة وتأجرها، وهتلاقي الإيجار بيجيلك كل شهر حتى من غير ما تشتغل. تاني مثال، إنشاء مشروع رقمي. تقدر تعمل كورس أونلاين، كتاب إلكتروني، أو حتى تطبيق بسيط. أنت هتتعب مرة واحدة في إنك تجهز المنتج، لكن بعد كده يتباع مئات أو آلاف المرات من غير ما تعمل نفس المجهود تاني. تالت مثال، التسويق بالعمولة أو أفليت ماركتينج. لو عندك صفحة أو قناة على السوشيال ميديا، ممكن تروج لمنتجات مقابل عمولة. كل ما حد يشتري عن طريقك يوصلك دخل. الفكرة هنا إنك تبني محتوى مستمر، وكل فيديو أو بوست يفضل يشتغل ويسوق لك حتى وإنت نايم. رابع مثال، إنشاء قناة على اليوتيوب أو بودكاست. الموضوع محتاج صبر شوية، لكن بمجرد ما المحتوى ينتشر ويبدأ يجيب مشاهدات، الإعلانات والرعايات تفضل تديك دخل ثابت.
النقطة المشتركة بين كل الأمثلة دي إنك هتتعب في البداية، بس بعدين المجهود ده يتحول لآلة تشتغل مكانك. وده اللي يفرق بين شخص حياته كلها شغل بلا توقف وشخص بيخلي الشغل يشتغل له. دلوقتي بقى الصورة واضحة. فهمت يعني إيه دخل سلبي؟ عرفت الفرق بينه وبين الدخل النشط اللي بيستهلك وقتك ومجهودك، وشفت قد إيه مهم تبدأ بدري علشان تستفيد من قوة الزمن والتراكم. وكمان أخدت أمثلة عملية تقدر تبدأ بيها سواء برأس مال صغير أو حتى بمجرد فكرة على الإنترنت. اللي لازم تفتكره إن الدخل السلبي مش طريق سهل أو سريع، هو محتاج صبر والتزام في البداية، لكن النتيجة تستاهل، لأنك بدل ما تفضل شغال طول حياتك عشان تجيب فلوس، هتخلي الفلوس هي اللي تشتغل عشانك. ويمكن دلوقتي تحس إن المشوار طويل، بس صدقني أول خطوة بتفرق، حتى لو حاجة صغيرة جدا، كتاب إلكتروني، قناة صغيرة، استثمار بسيط. المهم إنك تبدأ، ومع الوقت هتتفاجئ إزاي الخطوة الصغيرة دي كبرت وبقت مصدر دخل حقيقي يغير حياتك. ولو في حاجة واحدة عايزك تطلع بيها من الفيديو ده، فهي ابدأ دلوقتي. مفيش وقت مثالي غير النهاردة. ولو حابب تعرف طرق أكتر تبني بيها دخل سلبي وتطور حياتك المالية، اشترك في القناة واضغط لايك للفيديو عشان يوصل لناس أكتر. ويلا نبدأ رحلة الحرية المالية سوا.